السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أينما كنتم. اليوم إن شاء الله في مقطع جديد، هو المقطع الثاني في السلسلة ديال الأمراض ديال الدجاج. كما اللي تفرج في الفيديو اللي سبق اللي دويت فيه على كيفاش نفرق ما بين مرض عند الدجاج والنقص في الفيتامين. اللي بغى يعرف معلومات كامله راه كاينين في المقطع اللي سبق، وغادي نخلي الرابط ديالو في الوصف. هذا المقطع ان شاء الله غادي نحاولوا ندخلوا شويه ندخلوا دابا في الامراض ديال الدجاج. كما هي معروفه تتعدد وما يمكنش نحدوها، ولكن راه غادي هي اصلا كتقسم 4 ديال الاصناف. الامراض ديال الدجاج كتقسم ل4. هاد 4 الاصناف هي باش كنحددوا امراض ديال كيفاش غادي نعالجوا هذاك المرض ديال الدجاج، حيت راه ماشي كاع الامراض كيخصها مضاد حيوي، حيت الاغلبيه دابا اللي عنده الدجاج كينوض يجي مضاد حيوي، شلا مضاد حيوي كيجيب. راه ماشي كاع الامراض كتحتاج مضاد حيوي، كيخصك تعرف النوع ديال المرض اللي عندك. في هذا المقطع ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش تعرفوا النوع ديال المرض اللي عندك في القطيع ديالك ولا اللي خاصك تجنب. امراض ديال الدجاج عندنا 4 ديال الاصناف. كاين الصنف الاول بكتيري، كاين فيروسي، كاين طفيلي، وكاين فطري. دابا مزيان. عندك النوع ديال البكتيريا. هاد النوع ديال البكتيريا باش معروفه، هاد النوع ديال البكتيريا بزاف كتنتشر لينا في الدجاج، بزربه هي كتنتشر في الدجاج تقريبا. هي والفيروسي راه متشابهين في السرعه ديال الانتشار، غير الفيروسي سرع منا. خلينا دابا في البكتيريا نعطيكم واحد المثال ديال واحد المرض كتعرفوه مزيان اللي هو السالمونيلا. السالمونيلا مرض خطير فتاك، حتى هو مرض فتاك، هو مرض بكتيري. دابا حنا ما غاديش ندويو على كيفاش ناخذ. حنا انا في هذا المقطع غادي نخليكم ما في الاطار باش نقسموا غير الامراض، نعطيكم غير الامثله ونمشي. ثاني مرض اللي عندنا اللي هو الفيروسي. دابا حيت انا حاطهم في 4 ديال لي كادر. بكتيري عطيتكم مثال ديال السالمونيلا، فيروسي نعطيكم مثال نيوكاسل اللي كنديروا عليه اللقاح حنايا حيت ما عندوش العلاج، نيوكاسل. والمرض الثالث كاين الطفيلي وكاين الفطري. الطفيلي مرض كتعرفوه كاملين، الكوكسيديا. المرض ديال الكوكسيديا اللي كيضرب الدجاج الماء وكيخلي لك البراز ديال الفلاس دموي، طفيلي. الفطريات بحال الديدان اللي كتعيش في الامعاء ديال الديدان، كتكون كنقولوا الدجاج راه فيه الدود ما كيبيضش، هذيك الديدان. دابا حددنا الامراض وعطيتكم كل مثال ديالو، كل مرض والمثال ديالو. الكادر الاول حطيت فيه البكتيري، حطيت لكم السالمونيلا مثال. ثاني كادر حطيت لكم الفيروسات، حطيت لكم نيوكاسل. الفطريات طفيليات الكوكسيديا، الفطريات الديدان. حيت ماشي اي مرض حنا ضربنا في الدجاج غادي نديرو مضاد حيوي. دابا كنقسموا المرض. اول حاجه دابا كنلوحوا المرض، جينا لقينا ان هذا جينا كنحدوا الاطار ديال هذاك المرض. يعني لاي مربي ولاي واحد مقبل على الدجاج خاصو يعرف هاد 4 ديال لي كادر. كتعرف فين تحط المرض ديالك اش من كادر. فهمتوني؟ كنتمنى نكون وصلت لكم الرساله. كندير مقاطع غير صغيره حيت باش قد المشاهد ديك مده طويله ما يمكنش. درت لكم مقطع صغير ولكن نحاول نوصل لكم الفكره اللي اهم حاجه هي هاد 4 ديال لي كادر. 4 كنقسموا ليهم الامراض ديال الدجاج، وما تنساوش بكتيري، فيروسي، طفيلي، فطري.
أعانكم الله، حفظكم الله ورعاكم، تحياتي لكم. نتمنى نكون وصلت الرسالة ديالي. أعانكم الله.